يمكن الجمهور المصري مش واخد باله ان مباراة او المنتخب الشباب بيلعب في كأس العالم من المنتخبات اللي المفروض هيبقى المنتخب الاولمبي، واللي المفروض هيبقى المنتخب الاول فيما بعد، واللي المفروض كان روجيرو ميكالي كان كمل مع المنتخب ده. لكن اتحاد الكرة اقاله وجاب اسامة نبيه. اسامة نبيه في المباراة الاولى لعب في افتتاحية البطولة، واتغلب 2-0 من اليابان، مع ان اليابان ما جاتش الماتش، بس كسبت سبحان الله، كسبت 2-0 بسبب عدم تمركز اللعيبه. هذا حاجه. الحاجه التانية قلنا مفيش مشكله. لعبنا نيوزيلندا امبارح الساعه 11. اتقدمنا عن لاعب خط الوسط احمد خالد كباكا لاعب نادي الاهلي والمعار الى زد. وده مسهل يا رب. مع ان المنتخب كان ماسك الملعب طول الماتش، عرضيتين بعدم تمركز دفاع بجونين، خلص المباراة 2-1. طب ده يعني ده كلام؟ منتخب مصر من رغم ان انا شفت اللعبة، لو معاهم مدرب زي ميكالي متخصص في حتة الشباب، كان منتخب مصر كان كسب المباراتين. لو اتعاد بيه المباراتين اتعادوا مع مدرب كبير يمسك المنتخب كان كسب. بس مش عارف بقى، عدم تمركز اللعيبة والاجوان ملهاش اي لازمة.